السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الفضائيين في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الفضائي. وحلقة النهاردة هي أكيد مختلفة، وأكيد أنت شايف المنظر، الوضع أكيد مختلف تماما. والأهم من كل ده إن مش هيبقى فيه مونتاج، هو يا دوبك بس إيه، حتى بص الورقة طاير، إحنا مع بعض. يا دوبك بس ايه، نقطع بعد كل عنوان هنتكلم فيه ويبقى كده ايه زي الفل. الفيديو ينزل من غير بقى ولا انيميشن ولا موسيقى، اسيبك مع الطبيعه الخلابه. بص كده على منظر الشاطئ اللي هو بعيد قوي، يعني مش عارف هتاخد بالك منه ولا لا. ولكن عزيزي المشاهد، من غير ما اطول عليك، عندنا النهارده 4 مواضيع مهمين جدا. اول موضوع، واعتقد ان ده اهمهم، وهو موضوع جمهور النادي الاهلي، وحته ان النادي الاهلي المفروض جماهيره كانت متوقعه ان يبقى فيه الساعه الكامله للاستاد والكلام الجميل ده كله. ولكن عزيزي المشاهد، كنت اتكلمت في النقطه دي في فيديو من الفيديوهات، وكذا حد مع اصحابي كده كنت بتكلم معاه، قلت له انت متيقن على اساس ايه نقطه ان الجماهير بتاعت النادي الاهلي هتبقى ساعه كامله المره اللي جايه، الماتش اللي جاي؟ لا يا عم، اصله ومش اصله، وده كان لقطه ان الجماهير كانت قليله، دي كانت في ماتش الترجي ومش عارف ايه. طالما موقع تذكرتي ما نزلش وقال لك الساعه بتاعه الاستاد في مباراه كذا هتبقى كذا، يبقى الموضوع لسه ما انتهاش. والمفروض لحد دلوقتي مفيش ساعه كامله، ولا في 50,000 ولا 40 ولا 30، هم 20,000 مشجع عزيزي المشاهد اللي هيروحوا يشجعوا في مباراه النادي الاهلي ونادي الوداد المغربي في المباراه الاولى من دور نهائي دوري ابطال افريقيا. 20,000 مشجع ليه؟ اكيد لاسباب كتير، ابرزها ان وقت لما كان عدد الجمهور قليل في الترجي اعتقد الوضع كان مختلف، كان في ادوات تشجيع، الدنيا كانت اهدى، وضع الامن بالنسبه للجماهير كان المفروض بالنسبه لهم ان الدنيا كانت تمام. الاهم من كده بقى حته ان برضو العدد يبقى زايد، فيبقى فيه ضغط، فيبقى فيه مشاكل، يبقى فيه هتافات، يبقى فيه مش عارف ايه الكلام ده كله. طبعا في الاول وفي الاخر عشان تبقى عارف، المتخذ للقرار في الموضوع ده الاول والاخر هو الامن. طالما الامن قال لك هات 10 يبقوا 10، الامن قال لك هات 20 يبقوا 20، الامن قال لك هات 100 يبقوا 100. فالموضوع كله متوقف على الامن وعلى البيان بتاع الداخليه اللي بتقرره وبتقول والله احنا الساعه بتاعه الاستاد في المباراه دي هيبقى كذا. بناء على الجمله دي خلاص الموضوع انتهى. طبعا اكيد في محاولات كتير من جانب النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ان العدد يبقى اكبر، وان الساعه مش هتبقى كامله، ولكن مثلا 50,000 40,000 على الاقل. ولكن خلينا متفقين عزيزي المشاهد ان مهما حصل ومهما كان عدد جمهور النادي الاهلي في نظرنا قليل، ولكن جمهور النادي الاهلي العشرة بمليون وب2 مليون وب10 مليون كمان، وباذن الله تعالى النادي الاهلي يقدر يفوز في المباراة الأولى. وخلي بالك المباراة الأولى لو لم تنتهي بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، هيبقى في كارثة كبيرة جدا للنادي الأهلي في المغرب أمام نادي الوداد. وما اعتقدش ان انت لو كسبت 2 او كسبت 1 او دخل فيك جول لا قدر الله ان انت ممكن ترجع، خصوصا في الظروف اللي بنشوفها. والاهم من كل ده بقى حسونه، هو حسونه، مش هقول الا حسونه، الحكم الاثيوبي حسونه اللي هيمسك مباراه العوده ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد المغربي. نتمنى من الله تعالى ان شاء الله فوز النادي الاهلي. وده كده الموضوع الاول. الموضوع الثاني احنا مش هنديله وقت طويل، ولكن هو احتفال محمد مجدي قفشه بعد هدفه الاول منذ فتره. يعني انا اخر هدف شفته له او فاكره له هو القضيه، ما تكلمنيش في اهداف تانية بقى. فالراجل كان مبسوط، ابوه كان موجود في المدرجات، فكان بيشاور عليه بيحتفل معاه الكلام ده كله. طبعا بقى في ناس قعدت تقول لا اصل قفشه كان بيشاور على ايه، ولا كان مش عارف بيعمل اسقاط على ايه، ولا كان بيوحي لايه. يا جماعه الكلام ده كله اكبر من مخنا. يا جماعه احنا بنلعب كوره، بنتفرج على كوره، بنشجع كوره لاجل الكوره، لاجل الترفيه. ايه بقى هعمل ايحاء بالمشاوره وانا بحتفل بجول انا سجلته بعد فتره كبيره ما سجلتش، فانا بسقط على حاجه تانية اللي انت اصلا مش فاهمها ولا انا فاهمها ولا في حد فاهمها. فالحته دي عاريه تماما من الصحه. محمد مجدي قفشه سجل هدف كويس، هدف جميل بعد صيام لفترات طويله وبقاله كتير ما بيسجلش. فالراجل احتفل مع ابوه، شاور عليه، ولما خد المان اوف ذا ماتش كان ابوه معاه وكان بيتصور معاه ومبسوط والدنيا جميله. والراجل حقه ايا كان بقى، انت متفق معاه مختلف معاه، الراجل جاب جول كويس وعمل مباراه كويسه هو او كذا لاعب تاني من اللعيبه اللي تم اشراكهم من خلال مارسيل كولر في التشكيله اللي كانت فيها لعيبه كتير قوي جديده، يعني جديده بالنسبه للتشكيله الاساسيه. فالراجل مبسوط ان هو تالق، فبالتالي احتفل. اما الموضوع الثالث وهو اكيد موضوع مهم، موضوع حراس مرمى النادي الاهلي. علي لطفي زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر، هسيب لك اللينك بتاعها في الاي اللي هنا واللي هنا. قلت لك ان علي لطفي المزق بتاعه اكتشف ان هو ملي في ملي محتاج حوالي 3 4 5 ايام تقريبا، فخلاص
قرار رسمي، علي لطفي جاهز لمباراه سيراميكا. وبيني وبينك انا احب اتفرج على شوبير بقى. شوبير خلاص لعب، وطبعا الكارثه بتاعت اسلام محارب والستارز اللي دخل في وش او في حاجب مصطفى شوبير. مش هتكلم على الحكم بتاع الساحه، اكيد حكم الفار يعني ممكن حكم الساحه ما خدش باله او شاف ان هي مثلا في الهواء او مكان بعيد عنها، ولكن الفار كان لازم يتدخل ولازم يبقى كارت احمر مباشر من غير كلام بالنسبه لاسلام محارب. طبعا ده ما حصلش، والحمد لله مصطفى شوبير سليم، هو بس جرح شويه عند الحاجب كده او الجفن بتاع العين، وان شاء الله الراجل يكون سليم ويقدر يلعب المباراه. وبرده علي لطفي هيكون جاهز، والمفروض ان القرار الاول والاخير اكيد لمارسيل كولر. طبعا محمد الشناوي زي ما قلت لك باذن الله تعالى هو جاهز 100%، ولكن هو موقوف في الدوري، فبالتالي المباراه الاولى اللي هيلعبها ان شاء الله محمد الشناوي هي مباراه الوداد المغربي على الاراضي المصريه. واخيرا عزيزي المشاهد، الخبر الابرز في الصفقات في الفتره الاخيره بالنسبه لنادي الزمالك وهو سيف فاروق جعفر وانتقاله لنادي بيراميدز. صحه الكلام ده ايه؟ سيف فاروق جعفر المفروض ان هو عايز يكمل مع نادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك سياسه الانتقالات وسياسه ان انت تجدد مع اللاعب خصوصا لو لاعب صغير ما بتبقاش الطف حاجه يعني. والمفروض اللاعب كذا حد المفروض قال له ان هو يقعد معاه، ومحدش قعد معاه لحد دلوقتي، لحد اما مسؤولين نادي بيراميدز قعدوا مع سيف ويعتبر خلصوا حاجات كتير قوي. تقدر تقول 80% من الصفقه خلصت، ولكن 20% الباقيين الراجل سايبهم. يمكن نادي الزمالك يوارب الباب تاني ويفكر ان هو يكمل مع اللاعب بالنسبه للموسم اللي جاي اللي بعده، بمعنى اصح يعني يعمل تعاقد جديد. والى هنا اعزائي السادات والساده بتنتهي حلقه النهارده، الحلقه الخفيفه اللطيفه اللي اتكلمنا فيها على حاجات كتير اكيد مهمه بالنسبه لمباراه افريقيا ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد المغربي، وكمان مباراه النادي الاهلي مع سيراميكا كليوباترا ووضع الحراس وسيف فاروق جعفر. دمتم في امان الله، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده على برنامج الفضائي، وباذن الله تعالى باذن الله يكون في تغطيه خاصه لمباراه النادي الاهلي مع نادي الوداد المغربي. واكيد اهم حاجه لازم تكون عارفها انك تستنى رد فعل الفضائي على قناه الفضائي باذن الله تعالى لمباراتين النادي الاهلي مع نادي الوداد المغربي. ولو عاوز نعمل ردة فعل مباراه مانشستر سيتي مع انتر ميلان انزل تحت في الكومنت صلي على النبي وقول لي لو عاوز نعمل حلقه رد فعل للمباراه دي. واوعى تنسى تعمل لايك للفيديو، ولو انت لسه لحد دلوقتي ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان اي حاجه ننزلها يجيلك بقى اشعار. واخيرا دمتم في امان الله، واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم.